مع الزمالك ولا اي اندهاش. انا متهيألي ان مفيش اي زملكاوي بيفهم كان متوقع ان الزمالك النهارده يكسب بسهوله، زي ما كان بعض الناس وبعض الاعلاميين والجماهير بيصوروا ان ده اسهل ماتش ديربي للزمالك. الزمالك عمره ما دخل ماتش الديربي مع الاهلي والاهلي في اسوأ حالاته الا ورجعه. عندنا كرم غير طبيعي قصاد الغريم التقليدي بتاعنا. يعني فعلا بيصعب علينا. يعني هتحس ان احنا، يعني بجد احنا ناس طيبين قوي، ان في الدور الاول جاي من هزيمه بيراميدز، اكسب يا باشا، ارجع تاني وخش كده في المود كده، ما تزعلنيش عليك. المره دي تخلص عليه خالص. لا ازاي برضو انزل ركبي بيتخبط في بعض ونشوف المنظر السيء اللي شفناه النهارده. فوز ساحق للاهلي النهارده على الزمالك 3-0. وربنا سترها، عشان انا كنت شامم ريحه الستة كده زي مايو 2001. لان برضو كنا داخلين ويعني هنكسب كام؟ مش هنكسب ولا لا، هنكسب كام؟ الكوره بتعترف بالمجهود وبالعرق وبالتخطيط الصح وبالثقه بالنفس، وان اللعيبه تكون واقفه على رجليها وعندها ثقه في امكانياتها وعارفه قيمه التيشيرت اللي هي لابساه. كابتن معتمد النهارده بدأ المباراة بتشكيل يعني أقرب ما يكون إن هو ده الحاجة المتاحة، المثالية في المتاح. والتغيير اللي شفناها إن هي محمد إسماعيل لاعب باك رايت. فللأمانة كتشكيل ما عندناش كلام. تمام. الأهلي النهارده فطن أخيرا إن هو لما تبقى مش ماشية معاك سيب الكورة والعب على التحولات والمهارات الفردية اللي عندك، اللي هي أكيد أكيد عالية جدا. فالاهلي وقف وبقى هو اللي بيستقبل اللعب وبدأ يعمل عليك الهجمات المرتدة. ولكن تمام، مفيش يعني الخطورة اللي هي اللي تقلقني. طب الكرة ابتسمت لي وهجمة مرتدة ليك تقع عند ناصر فان باستن. يا كابتن ناصر، انا عايز افهم، هو انت فاكر نفسك يعني ماركو فان باستن؟ يعني طب بص، احنا مقدرينك، وكلمة الأسطورة دي جاية من الشهيد أحمد منسي، عشان أنت مش أسطورة الزمالك. أنت مهاجم مجتهد مستواه عالي جدا السنة دي، وكل يا عم ناصر، أنت السنة دي عملت موسم كويس جدا، مجتهد جدا، عندك تطور غير طبيعي في إمكانياتك سواء التهديفية أو توزيع اللعب أو الأسيستات أو كل الكلام ده وتنزيل الكور عالي. كل الكلام ده احنا مؤمنين بيه وشايفينه وما نقدرش ننتقص منه، ومش هنبقى بنقلب الترابيزة من حاجة بتحصل لمرة، لكن هي ما بتحصلش لأول مرة. هو انت فاكر ان جون المصري هيجي كل ماتش؟ او هو ينفع اصلا يجي كتير؟ انت عملت كل حاجة كويسة وقتها وكنت مخلص النية وربنا كرمك. لكن ده مش معناه ان انت كل ماتش يا حبيبي هتفتكر ان انت هتعملها وبيمينك وبشمالك. كرة جايه لك بتستلمها، استلمت خلاص، جنبك عدي في قلب الجون، جنبك بزيرة جاي، يعني جون جون جون، ما ينفعش. ايه الحل اللي انت عارف؟ انت لو هديت عليها وقررت ان انت بقى، انت رونالدو الظاهره بتاعنا، فهتاخد الكره وهتقطم بقى وتحط، انما بتستلم وبشمالك مره واحده. ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ما هي دي مش خوف، انت بالذات بالنسبه لي ده مش خوف. انا نيتك والله، انا ساعتها كنت متاكد ان احنا خلاص الماتش ده، لو ان النيه مش خالصه، ان المهم ان الفرقه تكسب مش المجد الشخصي، خلصت. واحنا الحمد لله يعني بحس ان احنا بناخد عقابنا وقتي، يعني مش من الناس اللي هي عقابها بيتأجل، لا احنا بناخد عقابنا وقتي. كمل الماتش بعدها وانت كان شكلك كويس، ما كنتش وحش يعني. يجي كورة للأخ حسام عبد المجيد، في انهي كتاب مدافعين في مدافع بيستلم الكورة بالعوجان ده في الحتة دي؟ الكورة جات لك على يمينك ببطن رجلك في اي حتة، بتستلم بعوجان حتى باهمال. انت بتستلم باهمال، مش بتستلم وانت جازز، انت بتستلم باهمال وانت واقف كده. ايه ده؟ دي طولت. طب يلا اعمل تاكل. تعمل تاكل ينفع في الكرة النسائية، ما ينفعش في كرة القدم بتاعتنا. والكرة تروح طبعا لطاهر، يعمل كروس، الباشا خلاص اوف بوزيشن، طلع بره التمركز بتاعه،
وهيد من اشرف بن شرقي، اخو اللي جابه في الشناوي ايام فيريرا. طيب دخل فينا جون، نهدى بقى ونمسك العقل، لان الاهلي كده خلاص هيثبت في حته ان هو يركن الى الدفاع. المفروض المفروض ان المرحله اللي جايه بقى دي، انا عندي لعيبه بقى الكويره بقى، انا عندي الكويره بتوعي، عندي عبد الله السعيد وعندي احمد فتوح. احمد فتوح اللي خرج من الماتش بدري في خناقه يعني ساذجه جدا ملهاش 30 لازمه، من واحد المفروض هو من قاده الفريق، اخد انذار من بدري وخرج نفسه بره الماتش. وعبد الله السعيد يعني انا مش والله مش عارف يعني، انت المتنفس الوحيد اللي كان بيخليني في حاجه اسمها حد لعيب بيقف على الكوره وبيوزع. بس انت خلاص الاوبشن بتاع ان انت الكوره تجيلك فتدوس بيها تاخد لك 10 15 متر، ده انتهى من حياتك، ده ما بقاش موجود. بس للاسف انت لو انت مش في الملعب انا ما عنديش حد يلعبني كوره، خصوصا وفتوح نازل النهارده يتخانق، مش نازل يلعب كوره. فطبعا انا خسران الكرياتيفيتي وصناعه اللعب في نص الملعب. وشفت اسوأ ماتشات محمد شحاته النهارده، يعني عمل كل حاجه غلط في التمركز وفي الباسنج وفي الضغط. بجد النهارده محمد شحاته اسوأ مبارياته مع الزمالك، اسوأ مبارياته مع الزمالك. بعد كده كوره بنبني لعب من ورا ماشي، سلسله لعب اوكي، وطبعا لازم الكوره تروح لفان دايك الغلابه، الاسطوره بتاعه الدفاع بتاعنا، اللي هو دفاعيا ما اقدرش اتكلم عليه، ما اقدرش، ولكن والكوره في رجلك يا ابني، احنا كل مره هنتكلم في نفس القصه. بص، هو انت النهارده والله دي يعني دي مش هقول لك يعني علامه، بس هي قرصه ودن كبيره قوي 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 لو انت ناوي تفوق لنفسك. لما تعمل الباصه اللي انت عملتها الفتوح دي وهو مضغوط عليه بالمنظر ده، وبتكون بعيد عنه كده، وترد عليا بجون، ده والله ان الجونين في ماتش واحد ده من عند ربنا. انت طول السنه هرينا باصات غلط سواء طوليه او قصيره، هرينا، بس ولا واحده فيها ردت بجون فمتداريه. وطبعا لان انت ادائك الدفاعي خصوصا في الكور العاليه كويس جدا، فطبعا ده بيعدي. وحسام عبد المجيد اللي طالب ملايين، اللي عايز يحترف في انجلترا، اللي الاهلي عايز ياخده، كل الكلام ده ماشي تمام، ولكن شاء ربنا ان انت البروزه للعبث الكروي اللي انت بتعمله والكره في رجلك يجي النهارده، عشان تتسجل لك كده في ماتشات القمه ان انت عملت اسيستين للاهلي. ده تاريخيه خلي بالك، يعني ممكن تغلط غلطه، انما انت عامل اسيستين، انت مش غلطان، انت ما غلطتش يعني. محمد سعيد غلط في التالت بس هي غلطه من واحد عامل ماتش كويس قوي، بس انت عامل اسيستين، فدي تسجل في تاريخك. ويشاء ربنا برضو ان انت تضيع ضربه الجزاء اللي احنا هنجيلها تاني. طبعا خلاص 30 دقيقه مغلوب 2-0، لعيبه فكت ولعيبه اصلا نازله فكه، لعيبه نازله ركابها بتخبط في بعض. انا عارف كويس قوي ان السنه دي كانت طويله وغريبه وصعبه، واللعيبه وصلت له ده حاجه كانت غير متوقعه، وعليهم ضغوط ان هو النهارده تكسب الماتش ده يبقى خلاص تكسب ماتش من الماتشين الجايين تاخد الدوري. كل الكلام ده جميل جدا، كل الكلام ده جميل جدا، ولكن اتخطفت جونين. انت المفروض انك نادي قوي، المفروض ان انت لعيبه بتلعب في نادي الزمالك، مش لمجرد ان هي دخل فيها جونين بعد 30 دقيقه 60 دقيقه اللي جايين خلاص احنا بقى ايه يا جماعه حد يصفر يخلص الماتش ده لان احنا مش قادرين نكمل. طبعا شفنا كم استلام غلط من الخط الامامي ومن من لعيبه خط النص، كل لعيب بيستلم كره بتطول منه، ما شفتش حد استلم الكره وقفت تحت رجله. بتزيرا حاول كتير، مش احسن مستوياته بس ما اقدرش الومه يعني، ما هي احنا مش بنلعب تنس يعني، هي لعبه جماعيه. ناصر كان عامل محطه كويسه على فكره يعني، هو ما كانش وحش، ما كانش وحش بمعنى وحش، على قد ما ان هو احنا مش شايفين لك حاجه حلوه بعد اللي انت عملته في اول الماتش. انتهى الشوط الاول، تخيلت بقى خلاص كابتن معتمد جمال هيمسك اللعيبه دي يديها دش بين الشوطين، وانزلوا وروني انكم رجاله، انا مش عايز منكم كوره، انا عايز رجاله في الملعب. مش صعبه، دي مش صعبه. راح جه بقى كابتن معتمد قال لك ايه، احنا يعني التشكيل كويس بس هي غلطنا غلطات ساذجه خسرتنا جونين في الشوط الاولاني،
انا بقى هخلص لكم عليها خالص. اسحب ناصر منسي ونزل بيتزيرا، ولا نزل سوري شيكو بنزا. نزل شيكو بنزا، والاهلي انا عارف ان الاهلي هينزل يقف اكتر ما كان واقف. الاهلي اللي بيلعبني باحمد رمضان بيكهام باك رايت مكان محمد هاني عشان يبقى مدافع ثالث مع خط الدفاع، اللي طاهر بيميل عليه وبيسند معاه طول الماتش. انزله بقى شيكو بنزا. شيكو بنزا ده بقى ده الحته بتاعتي بقى. ايه ده؟ انت خسرت تمام. انت بدل ما تدخل الاثنين تخليهم مهاجمين وتجيب بزيرة في نص الملعب وتعمل زحمه في نص الملعب عشان يبقى عندك فرصه ان انت في الترانزيشن بتاع اللعب عندك لعيبه تسند على بعض، تفضيها لهم بقى كده بالمنظر ده. جايب لي الغزاله رميها لي على الجنب ده، وبيتزيرا براحته بقى يدخل جوه ما يدخلش جوه ايا كان، وخط نص النهارده كده كده مش شايف، وخلي عدي مهاجم لوحده. انت خلصت الماتش والله. مع التغييره دي انا بالنسبه لي الماتش انتهى. انتهى. تاني شيكو بنزا مع فرقه واقفه ورا، ايا كانت مين الفرقه بقى. شيكو بنزا مين اللي يلعب مع فرقه واقفه ورا؟ ده واحد لا بيعرف يستلم تحت ضغط، ولا عنده الثبات الانفعالي ان هو يعرف يتمركز ويستلم الكوره. ده في كوره هادي رياض اتزحلق على وشه، اتزحلق على وشه، والكوره خلاص اتلعبت لك محمد اسماعيل، رايح انت مسترحان وبعد كده رحت رايح بتستلمها بدماغك. ايه يا عم الزرافه؟ في ايه؟ ما تاخد خطوه يا ابني، ده الواد وقع. انت لو خدت خطوه ونزلت خدتها نزلتها بصدرك انت رحت انفراد. انما طبعا ازاي نعمل التغييره بقى اللي هي الفشيخه بتاعتنا بقى؟ جالنا ضربه جزاء. انا شايف ان هي مش ضربه جزاء الصراحه، بنتاي خدها بصياعه. الحكم ما اعرفش ازاي يعني، مع ان الحكم يعني كان غريب طول الماتش، بس يعني الحكم حسب ضربه الجزاء. آه، او مدخل حسام عبد المجيد اللي مضيع لي الماتش اوريدي خلاص. قرار غريب جدا جدا جدا. يدخل حسام، الحمد لله ربنا ايه ما اردش ان هو يعني يغسل عار الجونين اللي حصلوا في الشوط الاولاني، وضاعت ضربه الجزاء وشوبير صدها. ينتقل اللعب للاهلي، تيجي ضربه جزاء للاهلي، بنالتي على شحاته داخل باهمال شديد جدا. ايه ده؟ في لعيب بيدخل كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بنالتي يعني الكره يعني هي ما غيرتش اتجاهها ولا حاجه على فكره، ما كانتش رايحه لحد، دي كانت ساعتها هتنزل للدفاع. بس انت ايه اللي بتعمله ده؟ تيجي ضربه الجزاء تريزيجيه، اللي بصراحه يعني شابوه لتريزيجيه ان هو يكمل المباراه وهو عنده يعني قطع واضح في فخده، ده محتاج خياطه، واديها ضربه الجزاء. بعد كده خلاص انت اللعيبه ميته مش عايزه تلعب كوره او مش قادره تلعب كوره، وقمنا عاملين التغييره بتاعت عبد الله السعيد، اللي زي ما قلت انا ما اقدرش اقول ان عبد الله كويس او وحش، ولكن هو عبد الله هو المتنفس الوحيد في الفرقه دي اللي بيقف على الكوره وبيوزع لعب بشكل طبيعي. بيغلط بيعمل ميس باسز، ما بيقطعش مساحات بالكوره، ولكن نزلت ادم كايد. آه نص الملعب ما فيش، خلاص انتهينا. وفي لقطه انا مش فاهمها بقى الصراحه، هو ادم كايد عدي قال له حاجه اول ما ادم نزل، ادم قال له ما اعرفش. ما اعرفش دي بقى تدل على ايه؟ انا شخصيا ما اعرفش. هل ما يعرفش هيلعب فين؟ هل هو ما يعرفش هو هيلعب فين؟ ما يعرفش هيلعب قصاد الاثنين اللي خط النص، ولا هيلعب جنب عدي، ولا هيلعب فين بالظبط؟ والله انا مش عارف دي كان معناها ايه. بعديها بدأ ان يبقى فيه هجمات خطيرة للاهلي. المهدي شال واحدة في منتهى الخطورة، وفي الاخر اشرف بن شرقي الحمد لله جايب الجون التاني ليه والتالت للاهلي. هدف انا بحمل فيه المسؤوليه لمحمد اسماعيل اللي عامل مباراه كويسه جدا، وهو وبنتايج والونش بصراحه عاملين مباراه هايله، ما اثروش في اي حاجه. ولكن الكره دي كانت هفوه غير مقبوله بالنسبه لي منه. ان هو بن شرقي واضح ان هو لعب الكره وبيتحرك عشان ياخد التو، ما ينفعش ان انت تسيبه وتبقى سرحان مع الكوره. ده طب عجبتك الوان تو يعني واقف بتتفرج عليها، اتلعبت في ظهرك، الونش ضغط عليه. ولكن بن شرقي النهارده جايه معاه بان هو يجيب اجوان، جابها مع الزمالك قبل كده. الجون الاولاني جابوه في الاهلي قبل كده، الجون التاني زي اللي جابوه في الترجي في السوبر، من بين رجلين المدافع بالراحه بيحطها في البعيده لا يسأل عنها المهدي سليمان، لان الكوره في منتهى الصعوبه. بعد كده انا شفت ان الماتش خلاص، يعني انا واحد قاعد بتفرج خلاص مش فارقه، لان اللي بيحصل عبث، اللي بيحصل مفيش كوره محترمه بتحصل مننا، والاهلي سايبنا. ولما بتيجي فرصه ان هو يعمل تحولات عشان يجيب اهداف تانية كان بيحاول، ولكن ربنا سترها معانا ان هي خلصت على قد كده.
ما كانش فيه يمكن غير الكره بتاعت سيف الجزيري يعني اللي بالهيد اللي شوبير طلعها، غير كده شوبير لم يختبر النهارده اصلا. يعني هي البنالتي والكره دي. آه، لحظه نهائيه خلاص، اللي حصل حصل، اتغلبنا 3 3-0 من الاهلي في اسوأ حالاته. وليهم حق الاهلاويه النهارده بصراحه، يعملوا اللي هم عايزينه، محدش قادر يتكلم. تحفيل للصبح، حقهم بصراحه. انا اديتهم فرصه ده، وانا اللي عملت في نفسي كده، فما لومش غير نفسي. انا اللي اديتهم الاجوان في الشوط الاولاني، وانا اللي ما لعبتش كويس، وانا اللي كنت اناني، وانا كل ده. انا اللي عملت تغييرات غلط. محدش بقى يرجع يقول لنا ان كابتن معتمد لما عمل تغيير تشيكو بنزا في ماتش بيراميدز كان قاصد لان هم هيفتحوا وهو هيلعب معاه على التحولات. لا، هو اداهولي 90 دقيقه قدام انبي اللي انا عارف انه هيقف، نزلهولي شوط كامل قصاد الاهلي اللي انا عارف انه هيقف. يبقى انت مش ما عملتهاش بقى عشان هو كان هيبقى فيه مساحات وهيجري. لا، انت منزله، انت انت شايف فيه حاجه ومحدش غيرك شايفها. ده لا بيعرف يستلم ولا بيعرف يسلم ولا بيعرف يفكر. فانا الماتش انتهى ساعه لما شيكو بنزا نزل. خلاص، اللي حصل حصل. احنا لسه اول الدوري، فرق مواجهات مباشره عن بيراميدز. خسرنا الماتش الادفانتج اللي معانا، اللي احنا كان ممكن نخسر ماتش ونكسب ماتشين، خسرنا خلاص. خلصت فرصنا، انتهت. اتقرصت ودنا اليمين الماتش اللي فات، واتقرصت ودنا الشمال الماتش ده، ودنا خلصت. خلصت. انا دلوقتي قصاد ان انا عندي 180 دقيقه من نار قدام سموحه وسيراميكا، ووسطهم في كونفدراليه. بس انا اللي عملت في نفسي كده، اشتكيش بقى. ما تشتكيش، انت اللي عملت في نفسك كده. ايا كان بقى بيراميدز والاهلي هيعملوا ايه، هيكسبوا ماتشاتهم ما يكسبوش ماتشاتهم، انا اللي انا اعرفه انت المفروض تفنش لي السيزون بمكسب. عشان انت لو خدت الدوري، عشان احنا والاهلي وبيراميدز خسرنا الماتشات اللي جايه، شكلها معفن، شكلها وحش، شكلها ما يفرحش. لازم تفنش السيزون بايدك وبدراعك عشان تفرح، عشان تفرح. فخلاص، ماتش سموحه يوم 5، مفيش، هنتكلم في 4 ايام. معتمد لازم يفوق اللعيبه، لازم يفوق نفسه. ما فيهاش، خلاص القصه انتهت وقفلت. قفلت. ماتش هنلعبه وبعدين نستعد للكونفدراليه ونفصل ونرجع تاني والكلام ده كله. بس انا عندي ماتش سموحه، انا قتيل ماتش سموحه. هتقول لي ملعب برج العرب وحش، هتقول لي الاستاد مش حلو، الارض مش حلوه. انا ضيعت 3 بونت النهارده و2 الماتش اللي فات على استاد القاهره السجاده. فما تكلمنيش في كده، انت بتضيع نقط بكيفك. مبروك للاهلي، وهارد لك للزمالك والجمهور الزملكاوي العظيم اللي كان بيشجع لغايه بعد المباراه، لانه واعي. عشان بس في ناس بتقول في جمهور مشي، طبيعي في ناس هتتعب نفسيا وتمشي. ولكن في النهايه، جمهور هو اللي ساند الفرقه دي، وهو العمود بتاع الخيمه دي، ولازم يفضل في ظهر فرقته لان ما عندناش حاجه غيره. هارد لك، وان شاء الله نفوق من الكبوه دي والدوري زملكاوي.